اقعد من النهارده ل 100 سنه قدام تحاول تبيع، مش هتبيع في الكامبينز بتاعتك واعلاناتك اطلاقا، حتى لو ظابط الميديا باينج وظابط الكرييتيفز وجايب النهارده اجمد ميديا باير في العالم يعمل لك اعلانات مموله. ليه؟ لان انت عمال تبيع لي النهارده الميزه مش النتيجه، عمال تتكلم عن الفيتشرز مش المميزات والبنفيتس اللي هتعود على العميل بتاعك لما ياخد المنتج ده او يشترك في الخدمه دي. تعالى كده ابسطها لك ببساطه جدا. لما اجي النهارده اعمل اعلان ممول انا كحسام، او اعمل فيديو اقول انا احسن واحد بيمسك تعاقدات في الوطن العربي، او يعمل كونسلتيشن او يدي تريننج، دي هتلمسك اكتر ولا لما اقول لك لما تتعاقد معايا انا هرفع لك الرواس، فلو بتصرف مليون جنيه ممول ورواسك 5 فانا خليت الرواس 6، فانا زودت لك كده مليون جنيه مبيعات، فانت كده بالنسبه لك لو بتكسب 40% فكسبت 400,000 جنيه، انا هاخد منهم 100,000 وانت كسبان 300 زياده. فانا فهمتك لما ادخل معاك هعمل لك ايه بالظبط. فانا هنا بعت لك ايه؟ بعت لك النهارده ميزه ولا بعت لك النهارده ايه بالظبط؟ بعت لك نتيجه. فلما ابيع لك النتيجه انت هتيجي جري وتبدا تشتري مني. لكن لما اقعد اقول لك انا احسن حد في الدنيا، احسن ميديا بار في العالم، انا اجمد بيرفورمانس ماركتير، والله العظيم ما هتعبرني. فدايما افهم ان العميل بيدور على النتيجه، مش بيدور على مميزاتك ولا مستني يسمعها. هو مش بيصحى الصبح من النوم مقرر يشترك في خدمه معينه او يشتري منتج معين، لكن هو عنده بينز، عنده الام، عنده مشاكل. لما انت تيجي تلمسه في المشاكل دي هيجي يشتري منك انت اول واحد. ويا سلام بقى لو انت عامل براند اويرنس او بيرسونال براندنج، شكرا كده انت النهارده خلصت اللعبه كلها. ركز في الكلام ده واعمل سيف الفيديو وابعته لاي حد عنده مشروع، هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا.